السلام عليكم. بس للشباب لأسباب مجهولة. في فيديوهات سابقة انتقدنا صناعة محتوى ايو. نعم، المحتوى العميق جدا. انتقدناه لسبب فيديوهات المنتشرة اللي بتنتجون انه بس اغراء وشوفوني ما احلاني يو امرني ما احلاني. انا ومجموعة من صناع محتوى انتقاد طلعنا وأدينا بواجبنا وحكينا عنه بكل صدق وامانة وحاولنا نمدحه وناخذ له محتوى بسياق ثاني تينجح وينتشر اكثر. انه من كثر الضغط وصلت لانهيار العصر وصارت تبكي. تخيلوا، ما بتعرف بجوز بكره يطلع ترويج لاعلان جديد. انا كنت متوقعه انه بيوم من الايام ممكن تشوفوني هيك. انا شخصيا ما بعرف، ما تستهبلت صراحه. كثير عم تسبوني. يعني يا شباب انتوا كثير عم بتسبوها، يعني لا تسبوها كثير، سبوها شوي. يا رغد اذا بدك الناس تحترمك قدمي محتوى له قيمه. يعني مو معقوله منزله فيديو عم تقولي ايو يا وبدك الناس تعطيك لايكات تقول لك روحي استمري بزقي علينا. قبل شوي منزله ستوري انه انا بردانه، عم بحكي انه ما بصور فيديوهات، وانا هسه صار لي فتره ما عم بنزل اي فيديو. كل هالدرافت صورتها مجموعه فيديوهات، فما عم بصور، فبحكي انه انا بس مرضانه. قولي علي لك قولي علي مرضانه لك يا اختي. لك شلون بنت مرضانه بتنزلوا فيها هبد يا روحي. انت ان شاء الله عبد الجليل ولا انت؟ كان اذا حدا قال لي المرض هذاك قال له عبد الجليل مو انا. وانه فتره وحارجع. بلاقي كمية دعاوي علي، عم يدعوا علي، عم يسبوني. انا ما كنت متخيلة انه انا رغد تأثر علي هالاشياء، وحكيت انه ما حتأثر علي، بس وقت تلاقي كل الكوكب كله. طيب رغد بس خلينا نبرك نتفاهم ونحلل بموضوع بشكل منطقي. حلو، دقيقة شوي. انا كان عودتكم على السكتشات هي دقيقة، كانوا ما في كرسي تاني بدبره. انا طالع اليوم بمحتوى جديد اني اعمل لك ايو ويا اصورك. انت شو رايك يا صديقي المشاهد؟ بدك الصراحة خرع عليك بس انت وما بحترم حدا مثلك. بدي اعتزل. لنجري روح اعتزل. يعني مثل ما شفت يا صديقي المشاهد هيك حال المجتمع. لكن مشكلة بكل وقاحة عم تقول شو ذنبه بابا ذنبه الوحيد انه عمله بهديك الليلة. كان المفروض روح يزته بالحمام. بمزح بعيد عن نكتة الجريئة شوي. يعني يا عزيزتي الناس عم تقلك بالتعليقات محتواك تافه، رديتي عليه انتم اعداء النجاح. واحد الثاني كتب لك يا حبيبتي في اطفال عم تقلدك، انتم اعداء النجاح. يعني انت ما عم تفتحي مجال للنقاش او المحاورة معك، فكيف بدك الناس تعاملك؟ الارض كله عم يحكي علي لهلا، كله عم يسبني، عم يسبوا بابا اللي ما له ذنب. حتى ما في حدا ما سبني، ما في حدا ما حكى عني، حتى طلعوا علي وكل هاد ليش؟ ترجع بتقولي عم نقسي عليكي. مشكلة يا رغد انه الناس فئات وعقول، مو كل الناس بتفهم تحكي قدام الكاميرا. صح ممكن في ناس طلعوا وبزقوا عليك كثير بالفيديوهات، وفي ناس انتقدوك انتقاد جارح، وهذا اصلا ما اسمه انتقاد، هذا اسمه قلة ادب، لانه كل واحد بعبر عن اخلاقه بالكلام اللي بيحكيه. هي كلها نتفق عليها. ثانيا انا مريت بهيك شغله بظروف حياتي اول ما بلشت صناعه محتوى، وخصوصا انا بسوريا وابوي صاحب مفروشات قصر الذهبي. فبالسوق اللي انا فيه الناس كانت تقول لي روح يا زلمه روح على الكنب وعلى المفروشات وغرف تبعاتكم، شو بدك بصناعه المحتوى؟ يعني لدرجه اني حكيت صفحه اسمها دليلك بالرقب ايامها، فكان عندها تفاعل قوي. فحكيت معه قلت لهم كذا انا صانع محتوى وحابب اسوي عنكم اعلان اروج لقناتي، فشو الاسعار الطالبينها؟ يعني حكيت معهم بادب. شو الرد بتتوقعين يكون رد علي؟ السعر غالي ما بناسبك؟ بشرفنا التعاون معك؟ كيف بتحب طريقة الإعلان؟ كتب لي بالحرف الواحد روح خليك على غرفك وعلى كنبك، روح أبوي روح. يعني بالحرف الواحد كتب لي. يعني هون الناس كمان أنا تعرضت لانتقاد، فبعرف شعور هاي البنت حرفيا، لأنه أنا صار معي قبل هالمرة. بس كوني أنا شاب أكيد تختلف عن تجربتي كبنت، بس يعني انه على القليله هي عم تجيب مشاهدات. انا ما بلشت ما كنت اجيب مشاهدات، يعني الناس تتمسخر علي على الفاضي. فالبنت عم تقول بدها تبطل صناعه محتوى مدري ايش. مشكله اللبسه اللي لابستها او الكنزه كان لابستها سعرها بسعر بناي اللي نحن ساكنين فيها بسوريا. لانه حكيت الفيديو ايو يا ايه انا هلا منهارة. ايه انتوا شايفيني منهارة، وانا ما بعمل يشوفني هيك. ما كنت بدي اوريكم انه انتوا يا سخيفين لا تاثروا علي، بس صاروا اثرتوا علي. انا كده بيحكوا لك الشاطر بيتعلم من كيسه، والحكيم اللي بيتعلم من الدروس اللي حواليه.
فرغد اليوم وقفت، ممكن ترجع بعد يومين، ما بنعرفنا هذا الشيء، بس يعني هاي مواضيع انترنت ما بتخصنا نحن، بس نحكي فعلا اذا وقفت. فبنكتشف هون مو كل شيء بتجيب لايكات ومشاهدات، ممكن يكون في شيء كويس او حلو. الناس بتفكر انه الشيء بيجيب مشاهدات ولايكات كثير هذا الشيء حلو، ما بتعرف في فرق بين الشمسة والشهرة. جاهل، عم بتجاهل، بس الإنسان ما بيستعمل بعدين، كلها تراكمات يعني. صار لي فترة ما أصور وماني قادرة أصور وما حصور حتى، بدي آخذ بريك عن جد. أنا اذا هي وقفت فعلا فانا بتمنى لك التوفيق، وبتمنى تحذف الفيديوهات القديمه لانه هي سيئه جاريه، لانه حاطه فيها موسيقى واغاني. واذا رجعت بعد فتره فهي بتكون ترويج لاعلان قوي كتير. عموما خلينا ناخذ تعليقات الناس وراي الناس، لانه بهيك ظروف التعليقات كتير بتكون مهمه وتعطيك نبذه عن الموضوع. احلى سقط بعد سقط بشار الاسد. يا اخي الناس مشكله ما بترحم بالتعليقات، كانت نازله هبد. من اخونا ابو مرهف شعوري ما المشكله، شوفوا الشيء المرعب انه 16,000 نفر مأيده، تقريبا وصلوا 17,000 نفر مأيده، يعني رقم كبير كتير. تعليق من اخونا 3 المودز، كنا معك وجنبك، كوني قويه وسكري الحساب بقى. شباب احنا ب 2025، انا منهاره. الناس صارت تتريق عليها بنفس طريقة محتواها. الخاتمة، إذا ما كنت قد التنمر أو قد صناعة المحتوى لا تدخل هذا المجال نهائيا، لأنه هذا المجال ممكن يكون فيه عقبات، ومو أي عقبات، عقبات صعبة خصوصا بالسوشيال ميديا، لأنه الناس ممكن تحبك فجأة وتقلب ضدك فجأة، ما بتعرف إيش السبب أنت. وإلى هون تنتهي رحلتنا هذا اليوم. بتمنى لكم فيديو ما عجبكم نال إعجابكم، اكتبوا لي تحت بالكومنتات آرائكم، لأنه بهمني كثير أتعرف على آرائكم، واكتبوا لي فيديو جاي عن إيش بدكم يعني أحكي. وكان معكم أخوكم أحمد ناصر، احمد ناصيف. بشوفكم فيديو الجاي، سلام. هاي فصلت كهرباء. والله يا رغد انا اكون ابوكي صراحه كان